في جامعات ألمانية بدأت تفكر بالفعل ترجع المصاريف تاني. هل ده معناه إن التعليم المجاني خلاص انتهى؟ في يوم من الأيام طالب مصري اسمه محمد كان بيحلم إن هو يكمل دراسته في ألمانيا. سمع إن التعليم هنا ببلاش والجامعات قوية جدا، والمستقبل قدامه لما يجي يدرس هنا ويشتغل بعد كده كبير وواضح ولذيذ. فضل يجهز الورق بتاعه، يتعلم ألماني ويقدم على الجامعات لحد ما جاله قبول في جامعة في ولاية بادن فورتنبرج. فطبعا فرح جدا، لكن هو بيجهز نفسه للسفر اتفاجئ بحاجة غريبة. الجامعة بتطلب منه يدفع رسوم 1500 يورو في الترم زيادة عن المصاريف أصلا اللي بيدفعها اللي هي سمستر بتراك. استنى بس، هو مش التعليم في ألمانيا مجاني ببلاش؟ السؤال دوت بيتكرر في اليومين دولت كتير جدا. هل فعلا التعليم في ألمانيا مجاني زي زمان، ولا الدنيا بدأت تتغير؟ وهل أنا لو ناوي أدرس في ألمانيا هبقى مستفيد من المجانية ديت، ولا هتفاجئ زي ما حصل مع محمد؟ في الفيديو دوت هنفهم إيه اللي بيحصل في نظام التعليم الألماني وإيه التغييرات اللي حصلت وإزاي كانت البداية، وليه الناس شايفة إن التعليم المجاني في ألمانيا دلوقتي بقى في خطر وممكن ينتهي في يوم من الأيام. هنحكي الحكاية من أولها وهنشوف إيه اللي بيتقال في الإعلام وفي السياسة وفي الجامعات نفسها. هل التعليم المجاني خلاص بينتهي، ولا دي شوية حالات فردية مش هتأثر على النظام ككل؟ تابع الفيديو للآخر عشان ممكن يأثر على المستقبل الجامعي بتاعك كله. كتير من الناس أول ما تسمع إن التعليم في ألمانيا مجاني بيفتكروا إن هو مجاني تماما 100%. بيتهيأ لهم إن كل حاجة ببلاش، لا مصاريف لا كتب، مفيش أي حاجة بيدفعوها خالص. بس الحقيقة إن في شوية تفاصيل لازم نفهمها عشان الصورة تبقى واضحة. ألمانيا من الدول القليلة قوي في العالم اللي قررت تشيل المصاريف الجامعة اللي هي تيوشن فيز، وده شالتها عن الطلبة سواء أجانب أو ألمان، وده في أغلب الولايات بتاعتها. الدولة عملت كده عشان هي شايفة إن التعليم حق مش رفاهية، وإن المجتمع كله بيستفيد لما الطالب نفسه يتعلم ويبقى ناجح. مش بس الطالب اللي بيستفيد، لا المجتمع ككل. بس ده معناه إنك مش تدفع حاجة خالص، لأن في حاجة اسمها سمستر بيرتراك، ودي رسوم إدارية بسيطة تتراوح من 100 ل 400 يورو في الغالب، تدفع كل ترم كل 6 شهور عشان الجامعة تقدم لك شوية خدمات. تذكرة مواصلات الطلبة، دعم من الكافيتيريا بتاعت الجامعة وبيسموها هنا منسا عشان تاخد أكل بأسعار مرخصة، ودعم من السكن برضه عشان تسكن في سكن الجامعة وتاخد برضو أوضة أو شقة بأسعار مرخصة. نشاطات للطلبة بتعملها لك وخصومات في المدينة كلها، وده بفلوس برضو بتروح لاتحاد الطلبة. الرسوم دي مش مرتبطة بالتعليم نفسه، يعني مش بتدفعها عشان تحضر محاضرات وتمتحن، لكن ممكن تعتبرها إن هي دعم للمنظومة الجامعية نفسها ككل قصدي. طب ليه ألمانيا اختارت تبقى كده؟ ببساطة إن هم مش مؤمنين إن التعليم بس للأغنياء، يعني اللي يدفع بس هو يتعلم، وإن المجتمع هيكسب كتير لو في فعلا ناس كتير متعلمة ومؤهلة لسوق العمل الألماني، سواء كانوا ألمان أو أجانب ناويين يجوا يدرسوا ويشتغلوا في ألمانيا بعد ما يخلصوا الدراسة بتاعتهم. بس زي ما نشوف في النقط الجاية الوضع بدأ يتغير شوية شوية، خصوصا لما بدأت بعض الولايات الألمانية في أزمة التمويل، وبدأوا يشوفوا إن الطلبة الأجانب ممكن يكونوا مصدر دخل مش بس ضيوف يدرسوا عندهم. اللي بيسمع عن التعليم المجاني في ألمانيا كده من أول يوم حصل فيه التعليم، لكن الحقيقة غير كده تماما. لحد بداية الألفينات كان في رسوم دراسية في معظم الجامعات الألمانية، كانت غالية زي أمريكا وإنجلترا بالظبط. وفي 2005 حصل تغيير كبير. الحكومة الألمانية الفيدرالية وقتها قررت قرار مهم جدا، قالت إن الولايات ممكن ليهم الحق يفرضوا رسوم جامعية لو هي عايزة. وفعلا بدأت ولايات زي بافاريا وهاسن ونيدر زاكسن تفرض حوالي 500 يورو في الترم، وكانت بتزيد كل شويه. القرار ده وقتها حصل بلبله كبيره، والطلبه ساعتها اتحركوا. في اتحادات طلبه كتير نظمت مظاهرات ضخمه، وكان في ضغط سياسي رهيب على الحكومه المحليه ساعتها. واللي حصل بعد كده كانت خطوه غير متوقعه تماما. من 2012 ل 2014 ولايه ورا الثانيه بدات تلغي رسوم الدراسه تماما، لحد ما سنه 2014 قبل ما نيجي المانيا بسنتين بقت كل ولايات ال 16 الألمانية ما بتفرضش رسوم دراسية، بتقدم تعليم جامعي مجاني. يعني ما بتفرضش tuition fees، ده سواء للألمان أو سواء للأجانب. بتفرض بس سمستر بيرتراج من 100 400 يورو كل ترم، مفيش أي مصاريف للدراسة نفسها. وده كان حدث تاريخي بصراحة. ألمانيا بقت في الواجهة بتاعة الدول اللي هي بتدي تعليم عالي الجودة وفي نفس الوقت مجاني، ودخلنا إن عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الطلبة حوالين العالم كله عايزين يجوا ألمانيا ويدرسوا. حركة ذكية الصراحة، خصوصا من الدول النامية أو الفقيرة. بس للأسف القصة ما خلصتش لحد هنا.
في 2017 في ولاية، أيوة زي ما أنت توقعت، بادن فوتنبرغ، اللي فيها جامعات كبيرة زي هايدلبرج وشتوتجارت وتوبينجن، قررت تفرض رسوم دراسية tuition fees تانية، بس المرة دي مش على الكل، على الطلبة بس اللي جايين من خارج الاتحاد الأوروبي. كان القرار ده مثير للجدل جدا، وقالوا إن هم يعملوا كده عشان الضغط المالي على الجامعات، وإن الطلبة الأجانب ممكن يساهموا بجزء بسيط من التكاليف اللي بتحصل. المهم القرار ده فتح الباب لجدل جديد. هل دي بداية النهاية للتعليم المجاني في ألمانيا، ولا بس استثناء في ولاية واحدة؟ وفي النقط الجاية هنفهم أكتر إيه اللي بيحصل دلوقتي، وليه فعلا الناس بدأت تقلق إن التعليم المجاني ممكن يبقى أسطورة في الماضي وراحت لحالها تبدأ كل ولاية تفرض رسوم دراسية. من 2017 ولما بدأت ولاية بادن فوتنبرغ تفرض شوية بشوية رسوم على الطلبة، الدنيا ما وقفتش، بالعكس تماما. بدأت تظهر ان في تغييرات بتطبخ في كذا ولاية. اول حاجة لازم نعرفها ان الجامعات الألمانية دلوقتي بتواجه تحديات مالية ضخمة. عدد الطلبة زاد جدا خصوصا من الأجانب، التمويل الحكومي مش بيزيد بنفس السرعة، التضخم وارتفاع الأسعار بيأثر كمان على التكاليف اللي بتاخدها الجامعة من كهرباء، من تدفئة، من مرتبات. بما إن ألمانيا كمان عندها قوانين تمنع رفع الضرائب بسهولة، الحكومة الألمانية بدأت تدور على حلول تانية. طب مش هنرفع الضرائب، تعالى بقى نشوف ناخد الفلوس ديت من حتة تانية. وهنا يجي السؤال، مين يدفع الفرق ده؟ الإجابة السهلة بقت طلبة الأجانب. ليه؟ لأن هم ما يقدروش يصوتوا في الانتخابات، ما بيأثروش في الحياة السياسية في ألمانيا، ومش مواطنين، مش ألمان، وأضعف فئة في الموجودة في المجتمع ممكن الحكومة تفرض عليها رسوم من غير ما تخسر شعبيتها الداخلية. فهمت قصدي؟ اللي حصل إن بعد كده كذا ولاية بدأت تدرس الفكرة، مش كلهم طبقوها، لكن في كلام بيتقال في البرلمان المحلي، في اجتماعات وزراء التعليم، وفي برضه تقارير إعلامية. حتى الجامعات نفسها بدأت تدي إشعارات إنها مش قادرة تكمل بنفس الجودة من غير ما يبقى في تمويل إضافي عندها. وفي جامعات رغم إن هي ما فرضتش لغاية دلوقتي tuition fees بدأت تسود السمستر بيرتراج، المصاريف اللي هي اللي انا قلت لكم عليها خدمات طلابيه، بدات تزودها شويه بشويه. كانت بتدي ب 200 بقى بتدي ب 300، بقى بتدي ب 400، بقى بتدي ب 500. بشكل غير مباشر بدات تاخد فلوس عشان تعوض شويه من الفرق في الاسعار وفي التكاليف. الاسوأ بقى اللي حصل ان في بعض الجامعات بدات الخدمات شويه تقل. الكورسات اللي بالانجليزي احنا شفنا ان هي زادت قوي الفتره اللي فاتت في جامعات كتير، بس في جامعات قلت فيها. في معامل في جامعات بتشتغل ما زال باجهزه قديمه، في تاخير في الردود على الطلبه، في ضغط كبير على الدكاتره والمساعدين الدكاتره. وفي بعض الساسة هنا في ألمانيا وخاصة من الأحزاب اليمينية بدأوا يسألوا ليه الطالب الألماني بيجي يدرس ببلاش وياخد مكان تاني من طالب ألماني وبعد كده يمشي ويسيب ألمانيا؟ هو الطالب دوت مش لازم يساهم شوية بالفلوس التكاليف اللي بتحصل؟ في المقابل في أحزاب تانية زي الخضر واليسار بيقولوا إن التعليم ده حق إنساني، وإن ألمانيا بتستفيد لما تجذب عقول من بره ألمانيا وتحتفظ بيهم في سوق العمل. النتيجة الوضع الحالي مش مستقر، وفي معركة سياسية شغالة ورا الكواليس. هل نخلي التعليم زي ما هو مجاني للجميع، ولا نفرق ما بين الطلبة ونتعامل مع التعليم كسلعة بتتباع؟ ده اللي هنتكلم عليه في النقط الجاية، خصوصا ان الطلبة نفسهم لازم يردوا على اللي بيحصل. وهل المجتمع الألماني راضي عن كل ده، ولا في مقاومة من المجتمع؟ لما ولاية باتن فوتنبرغ فرضت الرسوم الزيادة ديت في 2017 على الطلبة، وأنا قصدي هنا الطلبة الأجانب، الدنيا ما كانتش ساعتها ساكتة، بالعكس الطلبة اتحركوا. المجتمع الجامعي دخل كله في حالة رفض وغضب. الطلبة اتحركوا ازاي؟ اتحادات الطلاب نظمت مظاهرات في أكتر من جامعة. طلبة من ألمانيا نفسها، ألمان مش بس أجانب، كانوا ضد القرار وقالوا إن دوت ضد مبدأ التعليم للجميع. وظهرت حملات ساعتها يعني أونلاين على السوشيال ميديا زي هاشتاج ستوب تويشن فيز أو هاشتاج بيلدونج فور ألا، تعليم للجميع. الناس كانت ساعتها خايفة إن دوت يكون أول خطوة تتاخد وبعد كده المشكلة توصل كمان للطلبة الألمان أو يتم تعميم الموضوع في باقي الولايات. وداخل الجامعة بقى، الجامعة نفسها الاستاف نفسه مش كله كان مبسوط. كتير من إدارات الجامعات قالوا إن دوت مش حاجة كويسة، وإن هم عايزين يفضلوا بيئة مفتوحة دوليا. ده معناه إيه؟ إن لو في جامعة بتفرض رسوم كبيرة عن جامعة تانية، ده معناها إن الجامعة اللي بتفرض رسوم كبيرة دي أنا مش هفكر أروحها، فهتقلل نسب الطلبة اللي هم عايزين يجوا أصلا يدرسوا في الجامعة دي. بعضهم حذر إن لو فرضوا الرسوم الجديدة على الطلبة ممكن يقلل عدد المتقدمين أصلا للجامعة، وده معناه تنوع أقل داخل الفصول الدراسية، نقص في المهارات اللي محتاجها ألمانيا، وده تأثير سلبي على تصنيف الجامعات عالميا. في جامعات طلعت بيان رسمي بتقول إنها ضد الفكرة، بس مضطرين طبعا يطبقوا القرار الحكومي بتاع الولاية بتاعتهم. فالمجتمع الألماني بقى منقسم
ما بين ناس شايفة ان التعليم في ألمانيا لازم يفضل مجاني زي ما هو، وان التعليم ده حق إنساني، خصوصا لو الشخص ده عنده كفاءة فعلا. ناس تانية شايفين ان الطلبة الأجانب مش بيدفعوا ضرايب، فمن حقهم يفرضوا عليهم شوية رسوم إضافية عشان يدفعوا قصاد الخدمة اللي هم بياخدوها. والمثير جدا ان أغلب الشباب الألمان حسب استطلاعات الرأي الأخيرة مؤيد ان التعليم يفضل مجاني سواء للألمان أو لغير الألمان. هم شايفين إن دوت بيخلي ألمانيا مميزة، وإن هو بيساعد في جذب عقول كفاءات من العالم كله، ودي مصلحة للبلد على المدى الطويل. اللي حصل للأسف إن عدد الطلاب اللي بيقدموا على ولاية بادن فورتنبرغ بدأ يقل جامد بعد ما تم فرض الرسوم، خصوصا الطلاب اللي جايين من دول متوسطة أو نامية أو فقيرة، اللي كانوا شايفين إن ألمانيا أمل حلو في التعليم المجاني من غير ما يحتاجوا إن هم يعملوا كارد زي أمريكا ويدرسوا. وطبعا ده بيزود الفجوة، لأن الطلبة اللي معاهم فلوس هم بس اللي هيقدروا يتحملوا المصاريف ديت. السؤال بقى اللي بيطارد اي شخص ناوي يجي يدرس في المانيا او حتى لسه بيدرس دلوقتي: هل التعليم المجاني ده هيفضل لسه زي ما هو، ولا المانيا ناويه تمشي في سكه تانية؟ خلينا نقسم الموضوع ونحلله من كذا زاويه. اول حاجه ان في اشارات من سياسيين في الفتره الاخيره، بدات تظهر كده شويه اشعارات من بعض السياسيين اللي هم تبع الحزب اليميني او الحزب المحافظين، بيتكلموا بضروره اعاده تقييم مجانيه التعليم في المانيا. بعضهم قال بالنص طلبه الاجانب بيكلفوا الجامعات ومش دايما بيكملوا حياتهم في ألمانيا بعد ما يتخرجوا، يبقى ليه الدولة لازم تتحمل التكلفة بالكامل؟ وفي ولايات زي بافاريا وساكسونيا البرلمان المحلي بدأ يناقش إن في تغييرات ممكن تحصل، إن هم يفرضوا رسوم بسيطة على الطلاب اللي جايين من خارج الاتحاد الأوروبي. صحيح لغاية دلوقتي مفيش قرارات رسمية اتخذت، بس مجرد وجود الفكرة على الترابيزة دي علامة إن الاتجاه العام بيتغير حتى لو التغيير نفسه بسيط. تاني زاوية عايزين نتكلم عنها هي ضغوطات على الجامعات نفسها. زي ما شفنا أغلب الجامعات بقت في وضع صعب، التمويل الحكومي بيقل وبقى ثابت، مش مكفي العدد الكبير من الطلبة اللي بيدرس في الجامعة دي. التكاليف بتزيد على الجامعة بعد التضخم، عدد البروفيسورز والمساعدين والريسيرش اسيستنتس ما بيبقوش كتير زي الطلبة كتير، يعني عايزين ناس أكتر وناس أكتر، مرتبات أكتر. ففي شكاوي إن حصل بقى في زحمة شوية في البرامج في ألمانيا، وفي برضو الخدمات اللي بتتقدم بدأت تقل شوية. دخلنا إن بعض رؤساء الجامعات بدأوا يفكروا فعلا إن هم يفرضوا رسوم دراسية إضافية لو الدولة ما اتصرفتش. وفي واحدة من الجامعات قالت بصراحة: يا إما نفرض رسوم بسيطة، يا إما نبدأ نخفض جودة التعليم والخدمات. يا ده الحتة اللي جاية اللي عايزين برضو ناخد فكرة عنها، هي ألمانيا مش معزولة عن العالم. لما تبص حوالينا تلاقي دول زي السويد والدنمارك كانت في الأول بتدي التعليم مجاني، بدأت تفرض شوية بشوية رسوم على الطلاب الأجانب. وفي دول أوروبية تانية بدأت يعني يبقى فيها نظام مختلط، المواطن أو المقيم يدرس ببلاش، الأجنبي يدفع جزء من التكاليف. في ناس بتقول هي ليه بس ألمانيا اللي ممكن تشيل العبء ده، ما تبقى زي السويد والدنمارك؟ النقطة الرابعة اللي عايزين ناخد برضو فكرة عنها هي الرسوم دي هتفرض على الألمان ولا على الأجانب ولا على الاتنين؟ الاتجاه اللي شايفه دلوقتي إن لو في رسوم هتتفرض على الناس اللي جايين من خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصا اللي بيدرسوا درجة البكالوريوس والماجستير. الدكتوراه استثنى شوية، لأن هي هتفضل مجانية لأنك بتاخد فلوس أصلا وأنت بتدرس، ولأن هي مرتبطة كمان بالبحث العلمي. لكن في سيناريوهات تانية بتتقال. بعض الناس بتقترح فرض رسوم بسيطة جدا على الكل بس مع دعم الطلبة اللي ظروفها صعبة. في ناس تانية بتقول إن الطلبة الأجانب اللي هم هيدرسوا ويخلعوا من ألمانيا بعديها لازم يدفعوا فلوس. يعني كده التعليم المجاني مهدد هينتهي؟ الصراحة مهدد إن هو ينتهي مع الوقت، بس الإيجابي في الموضوع إن هو مش بكرة الصبح. اللي بيحصل دلوقتي هو تمهيد لتغيير تدريجي مش قرار مفاجئ. يعني مش هنصحى الصبح بكرة نلاقي كل الجامعات بقت بفلوس، لكن نلاقي إن في رسوم ممكن تطبق في ولاية معينة أو على تخصصات معينة أو على جنسيات أو من دول معينة خارج الاتحاد الاوروبي. وعشان كده اللي هيجي المانيا في السنين الجايه لازم يكون متابع اول باول، ويبقى كمان مستعد لان الوضع نفسه مش ثابت، والتغييرات الفتره دي بتحصل بسرعه. لو في فئه بتدفع ثمن التغييرات دي بسرعه هي الاجانب، طلبة الأجانب. واللي بيخطط يجي ألمانيا لازم يعرف كويس إيه اللي مستنيه. بس الحلو إن ألمانيا مش دولة مركزية، لو هي فرض القانون مش بيمشي على ألمانيا كلها. كل ولاية ليها قوانينها وقراراتها والتمويل الخاص بتاعها. يعني ممكن تقدم في جامعة هامبورغ وبتلاقي التعليم مجاني تماما، وتقدم في جامعة شتوتجارت وبتلاقي إنك تدفع 1500 يورو في الترم زيادة. وده بصراحة بيعمل حالة ارتباك ما بين الطلبة، وده بيخليهم يدققوا أكتر من مرة في الجامعة قبل ما يقدموا. الرسوم دي برضو مش ضغط مادي بس، لكن كمان عامل نفسي سلبي. كتير من الطلبة بقى عندهم حالة نفسية مش حلوة
بسبب الموضوع ده، بسبب ان هم حاسين ان هم مش مرحب بيهم، او ان هم بيتعاملوا كاي تي ام مش عقول جايه تدرس وتتعلم. وللاسف في طلاب كتير بداوا يلغوا اصلا فكره الدراسه في المانيا، او يروحوا يدوروا على دول تانية اقل تكلفه. في منح دراسيه، في مساعدات، في منح نداد، في منح من بعض الجامعات نفسها، في برامج دعم للطلبه المتفوقين في حالات لو درجاتهم عاليه وحالتهم الماديه صعبه. بس عدد المنح دول مش كبير لدرجه ان انا ما بتكلمش عليهم اصلا في القناه، لان هم مش كتير اصلا، والمنافسه عليهم بتبقى شديده جدا. وفي كمان فرص انك تشتغل بجانب ما تدرس، بس ده بيعتمد على المدينه واللغه والظروف بتاعتك. طب اللي ناوي يجي المفروض يعمل ايه؟ لو انت لسه بتحضر نفسك للسفر والدراسه في المانيا، لازم تعمل اللي قاله لك ده بالظبط. تراجع الموقع الرسمي للجامعه مش داد، وتشوف ان في الرسوم الدراسيه اتفرضت ولا لا. تبعت ايميل للكوردينيتور بتاع الجامعه وتتاكد هل فعلا انت كاجنبي هيتفرض عليك حاجه في المستقبل او في الحاضر ولا لا. تجهز نفسك ماديا ومعنويا ان المجانيه ممكن ما تبقاش موجوده على طول. الناس اللي كانت بتدرس في جامعه باتن فوتنبرج لقوا الترم اللي بعد كده المفروض يدفعوا 1500 يورو زياده، هم برضه اتفاجئوا زي ما انت ممكن تتفاجئ. يعني لو في فرصه انك تقدم على منح او في دعم مالي، برامج دعم مالي قصدي، يعني قدم عليها مش هتخسر حاجه. ولو انت هتقدم في ولايه معينه، تابع السياسه اللي بتحصل في الولايه دي والقوانين اللي بتحصل في الولايه ديت عشان تفهم لو فعلا هيبقى في تغييرات ولا لا. دلوقتي بعد ما شفنا التاريخ والوضع الحالي وردود الافعال، والسؤال بقى واضح جدا: ايه اللي ممكن يحصل في السنين الجايه؟ التعليم في المانيا هيفضل مجاني ولا التغييرات اللي بتحصل دي بدايه النهايه؟ خليني اقول لك اكتر 3 سيناريوهات محتملين. السيناريو رقم 1 ان النظام يفضل زي ما هو بس في تغييرات بسيطه، ده السيناريو اللي هو فيه تفاؤل. المانيا تفضل محافظه على التعليم مجاني كسياسه عامه، بس تبدا تعمل تعديلات بسيطه عشان تخفف الضغط شويه، وتزود شويه رسوم في بعض الجامعات في ولايات معينه، ترفع شويه السمستر بالتراج في كل الجامعات، تقلل المنح او الخدمات الغير أساسية، بس في قصاده إن التعليم يفضل مجاني زي ما هو من غير tuition fees للطلبة الأجانب والطلبة الألمان أكيد. وده هيحصل لو حصل اتفاق عام على الحفاظ على سمعة ألمانيا إنها واجهة زي ما قلت لجودة حلوة قوي في التعليم، وفي نفس الوقت التعليم مجاني. ده السيناريو الأولاني. السيناريو التاني: تفرقة واضحة ما بين الطلاب. في السيناريو دوت ألمانيا تكمل في الاتجاه اللي بدأته ولاية بادن فوتنبرج، الطلبة الألمان والأوروبيين يفضلوا يدرسوا ببلاش، الطلبة من بره الاتحاد الأوروبي يدفعوا tuition فيه زيادة، وممكن تكون رسوم هي مش كبيرة قوي بالنسبة لو قارناها بأمريكا وكندا أو أمريكا وبريطانيا، ممكن تزود 1500 يورو في الترم، بس الفكرة نفسها ممكن تتعمم في ولايات أكتر، خصوصا لو عندها جامعات كبيرة وعندها زحمة طلاب أجانب. وده هيخلي ألمانيا تخش في التراك اللي ماشية فيه السويد والدنمارك وفنلندا: تعليم مجاني بس مش ليك أنت كطالب أجنبي. السيناريو الثالث والأخير ممكن نسميه نظام مختلط وهجين. في ألمانيا في السيناريو ده ممكن تعمل موازنة ما بين مجانية التعليم واستدامة مالية. يعني إيه الكلام ده؟ تفرض رسوم بسيطة على الكل سواء ألمان أو أجانب، بس مع دعم قوي قوي للطلاب اللي ظروفهم صعبة، أو تخلي التعليم مجاني مع الحفاظ إن الجامعات من حقها تفرض رسوم إضافية على بعض البرامج زي ال MBA، أو إنك تدرس مثلا ماجستير أو بكالوريوس بالإنجليزي بدل ألماني. أو ممكن كمان تربط الرسوم نفسها بنية الطلاب. لو أنت طالب ناوي تسيب ألمانيا بعد ما تتخرج، يبقى ساعتها هنفرض عليك رسوم. لو أنت هتشتغل في ألمانيا وهتقعد في ألمانيا بعد ما تتخرج، هنعمل لك خصم أو مش هنفرض عليك أصلا رسوم. النظام دوت هيساعد الجامعات وهيقلل الجدل السياسي، بس هيبقى بصراحة معقد قوي في التطبيق بتاعه. طب مين اللي هيأثر على القرار ده؟ مين هيقول بقى أنا هاخد سيناريو رقم 1، سيناريو رقم 2، سيناريو رقم 3؟ الجانب السياسي. الأحزاب اللي هتمسك الحكم في الفترة الجاية هي اللي هيبقى لها التأثير الأكبر. تحالف ما بين ال SPD وال CDU. ما دام ال SPD بيشجع الأجانب، ممكن ال SPD يبقى مؤثر إيجابي إن الحوار ده ما يحصلش. لكن ال CDU بقى حزب محافظ، فممكن تلاقي في قرارات مائلة شوية ان هم يفرضوا رسوم، بس وجود الاس بي دي معاهم حاجة كويسة. النقطة التانية اللي ممكن تأثر عليها الاقتصاد. لو الأزمة المالية زادت كمان وكمان، الضغط هيبقى أكبر لتطبيق الرسوم، اللي بيأثر كمان على مشهد الرأي العام. لو الشعب الألماني فضل مؤيد للمجانية، الحكومة هتخاف تعمل التغيير الكبير ده. برضه اللي بيأثر على ألمانيا إن هي موجودة في الاتحاد الأوروبي، ممكن يبقى في ضغوط على ألمانيا من الاتحاد الأوروبي إن ما يبقاش في تفرقة ما بين الطلاب، سواء طلاب ألمان أو طلاب أجانب. ممكن يبقى في ضغط من النوعية ديت.
فاكر انت محمد الشاب اللي هو كان نفسه يدرس في المانيا واتفاجئ بعد كده ان في رسوم جامعيه؟ القصه دي مش بس حكايته، دي بقت حكايه الاف الطلاب حوالين العالم اللي بيسالوا نفس السؤال: هو التعليم في المانيا هيفضل مجاني ولا خلاص؟ اللي فهمناه في الفيديو بتاع النهارده ان الاجابه مش بسيطه، في تغييرات بتحصل، في ضغوط سياسيه وماليه، في اختلاف ما بين القرارات اللي بتاخدها ما بين ولايه والتانيه. المانيا مش ماشيه في خط مستقيم، ومفيش ضمان ان النظام يفضل زي ما هو، خصوصا مع الازمات اللي بتمر بيها الجامعات. لكن الحاجه الايجابيه ان نظام التعليم المجاني لسه قائم في اغلب الولايات، ولسه في فرص موجوده للطلبه اللي فعلا بتفكر تيجي تدرس في المانيا من غير ما تفكر في حاجه اسمها توشن فيز او مصاريف دراسيه. بس عشان تستفيد اكتر لازم تكون فاهم اللعبه كويس. اتعلم اختار الجامعه والولايه الصح. لو انت معاك اكتر من قبول من كذا جامعه، اختار القبول اللي مش هتدفع فيه كتير والجامعه تكون كويسه والولايه نفسها تكون بروميسنج، متفائل ان هي مش هتعمل حاجه زي كده في المستقبل. حضر نفسك ماديا ونفسيا، اللي ممكن يتفرض عليك رسوم مش هعمل حسابها. تابع الاخبار زي ما قلت لك بشكل مستمر عشان القرارات ساعات بتتغير بسرعه، وحاول تظبط شغل لما تيجي عشان يبقى دعم ليك في حالة لو انت وقعت تقدر تسد شوية. شغل الطلاب 20 ساعة في الأسبوع بيديك فوق 1000 يورو في الشهر، ممكن أكتر كمان لو انت بتاخد في سعر الساعة الواحدة أكتر من 15 16 17 يورو بيحصل. هتلاقي نفسك واخد 1400 صف في الشهر. في الآخر التعليم في ألمانيا مش هتلاقيه ببلاش لأن هم أغنياء، لأ، هو ببلاش عشان هم مؤمنين إن الاستثمار في الإنسان ممكن يعود عليهم بعد كده بالمنفعة للمجتمع كله. بس الإيمان دوت محتاج يتجدد ويتحافظ عليه ويدافع عنه، سواء من الألمان أو من الطلاب اللي جم من آخر الدنيا عشان يتعلموا هنا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وشاركني في الكومنتات تحت. هل لو فرضوا رسوم مثلا 1500 يورو على كل الولايات، هل أنت برضو ما زلت ناوي تيجي تدرس في ألمانيا ولا هتغير خطتك بالكامل؟ واستناني في فيديوهات تانية إن شاء الله هتكلم بشكل أخص عن أي مواضيع مهمة تهم الطلاب أو الأجانب اللي عايشين في ألمانيا. التعليم مش رفاهية، التعليم هو الأمل، وفي وقت العالم كله بيقفل أبوابه ليك، ألمانيا كانت فاتحة الباب لكل واحد عايز يجي يتعلم. بس السؤال الحقيقي، الباب ده يفضل مفتوح ولا هنيجي في يوم من الأيام نلاقيه بيتقفل بالهادي ومحدش واخد باله؟ لو أنت شايف إن التعليم المجاني مش بس ميزة، إنه حق، يبقى دورك إنك تبدأ تسأل وتفهم وتتكلم، عشان بكرة ما بقاش قصة بس بنحكيها، ده بقى واقع بنعيشه دلوقتي.